السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركاتي الأعزاء في قناتكم قناة نور الخياطة. اليوم بإذن الله البنات راح نديرو مع بعضنا موديل سامبل وباهي، سلعته رخيصة كما راكم تشوفوا لو بي فقط. هنايا نحتاجو فيه البنات مترتين من القماش، وراح نخدم بلو بي. من بعد البنات كي نخلص راح نقول لكم شحال الثاني. وقبل ما نبداو كالعاده ما تنساوش البنات الجام وخليو لنا تعليق حلو كيما نتوما، شويه دعم للقناه فضلا وليس امرا. هنا اول حاجه البنات واش جيت درت هنا فصلت طريقه الداخل في الخارج هنا باش ما نطولش كما كنتم متعودين معايا، ما نطولش الفيديو. اللي دخلت جديده وما تعرفش تفصل طريقه الداخل في الخارج راني دايره فيديو موضح في القناه. هنايا البنات نعطيكم القياسات اللي درتها. هنايا البنات في الامام عندي هنايا فتحه الرقبه تاعي عندي 8 سنتيمتر، هنا الكتف عندي 10 سنتيمتر. هنا البنات كيعود عندنا مونش كوربي ما نكبروش الكتف تاعنا. عندي هنايا خط التركيز من اعلى الكتف البنات، هنا من اعلى الكتف يعني قبل ما نحي 2 سنتيم هبط بقيمه 20 سنتيمتر، من بعد نحي 2 سنتيم. هنايا هبط خط التركيز 20 سنتيمتر. هنا دوران الصدر عندي 28 سنتيمتر البنات. هنايا دوران الصدر تاعكم تهزوه قد تقسموه على 4، تزيدوا له 2 حق خياطه و2 حق اتساع. عفوا البنات سامحوني، كم على بالكم تعودي في العائله كي على بالك واحد داخل واحد خارج واحد يهضر. المهم البنات سامحوني. هنايا كما واش وصلنا هنا دوران الصدر كما قلت لكم تهزوا البنات القياس تاعكم، دوران الصدر تاعكم تهزوه قد النتيجه اللي لقيتوها تقسموها على 4، تزيدوا لها 2 سنتيمتر حق خياطه و2 حق اتساع. هذه تكفيكم البنات، 2 حق خياطه و2 حق اتساع. نفس الشيء للخصر. من بعد البنات جيت هنا هبطت بقيمه 40 سنتيمتر. هنا عندي طول الخصر تاعي 40 سنتيمتر. 40 سنتيمتر هنا راح ندير دوران الخصر تاعي. دوران الخصر عندي البنات هنا 25 سنتيمتر. هنايا زدت 2 سنتيمتر حق خياطه و2 حق اتساع و2 البنات حق لي بانس، ان شاء الله يكون واضح. من بعد البنات هنايا ودرت دوران الخصر تاعي ورحت للعرض تاع القندوره. العرض تاع القندوره البنات انا درت هنا 60 سنتيمتر، اما بالنسبه للطول عندي متر و40 سنتيمتر. هنايا بالنسبه لي باس البنات كما كنتم متعودين معايا دائما حنخرج بقيمه 10 سنتيمتر. هنا راح يكون عندي قيمه لاباس تاعي 2 سنتيمتر، يعني حنخرج ب1 سنتيمتر من هنا و1 سنتيمتر من هنا، رايحه نطلع بقيمه 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر البنات الفوق و10 سنتيمتر هنايا لتحت. هذا بالنسبه للامام. اما بالنسبه للخلف البنات لاباس راح تكون نفسها، رايحه نخرج منها ب 10 سنتيمتر، رايحه نطلع فقط ب 14 سنتيمتر، تقدروا حتى 16 سنتيمتر لانه ما عندناش صدر من الخلف. 14 سنتيمتر ولا 16 كما تحبوا، والهبطه حتكون 10 سنتيمتر. هذه بالنسبه للباس البنات. من بعد البنات واش غنجي ندير؟ هنايا عندي عمق الرقبه راح تكون عندي دائريه، رايحه ندير 17 سنتيمتر. هنا ها هو البنات هنايا عندي 17 سنتيمتر، ونجي هنايا نرسم الرقبه دائريه عادي النقطه تاع 17 سنتيمتر. هذا بالنسبه للبنات الامام. اما بالنسبه للخلف البنات عادي كيما مولفين نفصلوا. ها هو لكم البنات هنا مازلت ما خيطتش انا الخلف، كيما نخليو 1 سنتيمتر هذيك عفوا. ها هو لكم هنايا مخلي 1 سنتيمتر هذيك، ولا تقدروا تخلوا 1.5 ولا 2 كيما تحبوا. هنايا بعد راح نديروا لها خياطه اكيد. من بعد بعد ما نخيطها حنفصل الرقبه تاعي الخلف، راح تكون كيما متعودين معايا البنات دائما، رايحه نفتح الرقبه تاعي ب 8 سنتيمتر، وعمق الرقبه راح يكون 8 سنتيمتر. هذه رقبه الخلف. الخلف ما حيكون فيه والو، الخدمه كل البنات في الامام. من بعد البنات الطرف اللي بقاو لي راح يبقاو لي الطرف هذو، لاني نحيت العرض بزاف 60 سنتيمتر نحيتها، راح يبقاو لي هذو الطراف هكذا 4 طراف، راح ندي زوج منهم هاهم، راح نطويهم بالطريقه هذه هاهم هاك. راح نشوف قد الطول عندي هنا. عفوا البنات شوفوا معايا هنايا رايحه ندير الطول، حندير تقريبا 16 سنتيمتر. ها هي هنا عندي 16 سنتيمتر. اما بالنسبه هنا للعرض البنات تاع المونش كوربي راح تكون 15 سنتيمتر. ها هي عفوا، ورايحين نرسموا المونش كوربي تاعنا عادي. هكذا ان شاء الله يكون واضح. اول حاجه هنا البنات واش نجيو نديرو هنايا، اول حاجه درتها البنات سجفت الرقبه تاعي الاماميه عادي بلو بي كيما مرفا نديرها. هنا ما تنساوش ديروا لو بي عفوا لا فيزلين الرقيقه تحدوها. من بعد البنات سجفوا الرقبه تاعنا عادي بلو بي. من بعد واش غنجيو نديرو هنا، راح نجيب البنات قطعه قماش ها هي كيما راكم تشوفوا فيها، ها هي
هنا رايحه نجيب ندير هنايا 3 سنتيمتر ان شاء الله يكون واضح. 3 سنتيمتر، والطول راح ندير 8 سنتيمتر. رايحه البنات ندير شكل في هاك فرماجه كما نقولوا، ها في بالطريقه هذه. ها ليكم هكذا البنات نديروا البنات. هنايا رايحين نديروا منهم زوج قطع، رايحين نديروا هذه ونزيدوا وحدها الفوق هكذا وجه لوجه، ورايحين نخيطوا هنا على بعد 1 سنتيمتر. نسجفوه على بعد 1 سنتيمتر، نسجفوه هنايا فقط. ها من هنا لهنا الفوق البنات هنا حنخليوها عادي. من بعد البنات كي نديروها ها كيفاش راح تجينا، ها حيجينا الشكل هذا ان شاء الله يكون واضح. ها بعد ما سجفتو كما قلت لكم من هنا وقلبت هنا الفوق مش حيكون مسجف. من بعد البنات واش نجيبوا للرقبه تاعنا هنايا، نجيو نعينوا المنتصف تاع الرقبه تاعنا. ها حنعينوا المنتصف وتعيني هنا كذلك المنتصف هنا. ها هو لكم هنا. من بعد واش حنجيو نديرو، حتجي تحطيها هكا بالطريقه هذه هنا هاك، ورايحين نخيطوا البنات هنا على الحاشيه تاع الرقبه تاعنا هاك بالطريقه هذه. هنا رايحين نديروا خياطه ثبتيها في البدايه، رايحين نثبتوها ونرجعوا نشوفوا واش نديروا مع بعضنا. هنا البنات بعد ما ثبتنا هذا الفرماجه تاعنا هذه، واش نجيو نديروا، نجيبوا لو بي تاعنا رايحين نمشيوها البنات هكذا هو مفتوح هاك بالطريقه هذه. رايحين نخيطوه على الرقبه على الحاشيه قد البنات، لازم على الحاشيه خصوصا هنا في الفرماجه هذه لازم تفوت على الحاشيه قد هاك لازم تكون مع الرقبه تاعنا. تحاولوا تخيطوه بشويه هكذا بالطريقه هذه. هذا راح يكون البنات التور الاول تاع الرقبه تاعنا. من بعد البنات بعد ما نديروا هذا اللون رايحين نجيبوا كذلك اللون الابيض، رايحين نديروا نفس الطريقه. رايحه نزيدو نديروا خيط واحد اخر تاع لو بي، تور واحد اخر بيض، هذا التور الثاني بالابيض. من بعد البنات رايحه نزيد نخيط التور الثالث البنات من اللون هذا الوردي هذا. ها هاك رايحين يكونوا عندنا 3، واحد زوج في الوردي وواحد في البيض. خصوصا البنات الاول بعد تولهوا خيطوه مع الحاشيه كما قلت لكم. هذا الاول لازم مع الحاشيه تاع الرقبه تاعنا قد هاك، لازم يفوت على الحاشيه قد باش من بعد البنات كي نقلبوا هذا الفرماجه تاعنا راح تجي مع الحاشيه قد ان شاء الله يكون واضح. ها هو لكم البنات هنايا بعد ما خيطت لو بي تاعنا كما قلت لكم درت التور بالوردي البنات، من بعد الابيض، من بعد التور هذا. ها هو الفرماجه تاعنا راهي الفوق هنا كما قلت لكم تخيطوا الحاشيه بعد البنات تاع الرقبه تاعنا هنا باش كي نهبطوا هذه تجي مفينيه. هاي تجي فينيه مع الرقبه تاعنا. من بعد البنات بعد ما نخلصوا نجيبوا هذه الفرماجه تاعنا حنهبطوها هنا. ها هي لكم كما راكم تشوفوا الشكل. رايحه نثبتها هنا فقط، هنا تثبيته خفيفه هنايا فقط برك هكذا بخياطه. من بعد البنات كي تثبتها هنا رايحه من بعد نغلف البنات القفايل الصغار خلاص. رايحه ندير لون زوج الوان، زوج قفايل عفوا من اللون الوردي وقفاله واحده فريده من الابيض، ولا نقدر ندير بيضاء وندير زوج فقط، ندير وحده هنا وحده هنا. المهم البنات بعد نشوف. المهم هذه هي الخدمه تاع الرقبه تاعنا. بعد ما نخلصوها البنات راح اكيد نخدموا لي بانس هذه البنات انا خيطتهم. ها هو لكم هنا. بعد ما تحدوهم اكيد البنات رايحين الخدمه تاعكم ترقد مليح. هنايا البنات راح نقول نوضح البنات فقط. هنا كي تخيطي لو بي تاعك هنا كي تعودوا تمشيو فيه ما تجبديهش، خليه على راحته ورخفيه مليح خصوصا البنات هنا كي نجيو ندورو هنا هاك هنا تكوني راخفه يدك خلاص هنا باش من بعد ما يتكمشلكش الصدر تاعك ما يتكملش البنات هاك تكوني هكا راخفه مليح وتخدمي. هذه هي البنات. اما بالنسبه للبنات الخلف كذلك خدمت لي باس ورايحه نفيني الرقبه تاعي بلو بي. هنايا بالنسبه للمونش كوربي تاعنا البنات ها هو ليكم هنا درت له نفس الخدمه، درت زوج طرق من الوردي وطرق فريده تاع لو بي بالابيض. ها كما راكم تشوفوا هنا اكيد بعد ما تبداو تخيطوا راح تخليو الزوائد هنايا باش من بعد البنات نقصوهم على التفصيله تاع المونش كوربي تاعنا بالطريقه هذه. هكذا البنات ان شاء الله يكون واضح.
ها هي لكم البنات في الاخير. هنايا بعد ما ركبنا المونش كورباي، هنا نعتذر البنات التصوير تاع المونش كورباي كي ركبته وما تصورليش، يعني تركيب المونش كورباي عادي كيما موالفين. هنا هاي لكم قندورتنا خرجت ما شاء الله. هنا درت لها البنات قفله واحده فقط في الرقبه، تقدروا ديروا نفس التفصيله نفس التفصيله في الذراعين، نتوما حرين. هذا هو الموديل تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى يكون نال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش البنات جام 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 من فضلكم.